يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا وعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. صباح الخير، كيفكن؟ شو اخباركن؟ يسعد لي اوقاتكن يا احلى عيلة بالدنيا كلها. معكم منار ورجعت لكم اليوم بفيديو جديد. اشتقت لكم كتير وبعرف طولت عليكم، بس مثل ما بتعرفوا كنت مرضانة وما عم بقدر بحكي ابدا اسجل على الفيديو. شوفوا لحد الان صوتي كتير تعبان، وبدي اتشكركم كتير على كل مسجاتكم اللي وصلتني منكم عم تطمنوا علي. شكرا كتير لكم، يخلي لي قلبكم يا رب. هلا كنت قاعدة الصبح بعد ما راحوا الولاد على المدرسة والروضة، عم طلع بالهاتف بتفاجأ انه اليوم 23 سبتمبر، يعني عيد ميلاد حمودي ابني. فكتير انصدمت اني ماني مجهزة شيء ابدا من امبارح، انا بالعادة بجهز قبل بيوم، فقلت خلاص باجلها بعمله بعد كم يوم هيك بكون تحسنت اكتر. بعدين هيك قعدت صفنت قلت بس اليوم بيحتفلوا بمدرسته هيك عنده العادي، فشو رح يقول انه الالمان احتفلوا بعيد ميلادي واهلي ما تذكروا؟ فقلت لا ما بصير هيك، كتير رح يتضايق حتى لو ما ظهر لنا هالشي. فخلص هلا رح شوف شو عندي جهز له، وبقوم بسوي له هيك حلويات وفاجئه بس يجي. اصلا لسه كتير بكير، ما بيجي الساعة 3:30 العصر. فرح اقوم على المطبخ امري لله شو بدي اعمل، بس اول شي لازم اشرب قهوتي صحصح، وبعدين رح نبلش بقى مع بعض نشوف شو رح نحضر. فرح اعمل قهوة اشربها، يعني صوتي شوفوا بعتذر منكم عن جد، يعني رح تتفاجئوا اليوم هيك كيف عم بحكي، بس مضطرة اسجل على الفيديو لان خلص كتير عم تسألوا علي ولازم نزل هذا الفيديو. هلا غيرت رأيي لشو اعمل قهوة اشربها لحالي، لان زوجي راح على الماركت يجيب لي اغراض، قلت بروح لعند اختي بشربها عندها، وكمان ماما واختي التانية اجوا لعندها، وهلا قاعدين كلياتنا هيك عم نشرب القهوة مع بعض. يعني ما في احلى هيك من الجمعة واللمة الصبح مع ماما وخواتي، عن جد غير شكل. فهلا جيت لعندها وبستنى زوجي بيكون هو جاب لي اغراض لبين ما انا ارجع، ولسه في كتير وقت يعني بلحق اعمل هيك شوية شغلات. فاذا انت اول مرة بتشوفوني شو ناطرين؟ اضغطوا على الزر الاحمر اشتركوا بقناتي، وضروري كتير تحطوا الجرس على الكل عشان يوصلكم كل شي جديد وما يروح منكم ولا فيديو، هي اهم شي. وما تنسوني من لايكاتكم الحلوة، اهم شي خلي لي قلبكم يا رب، فضلا وليس امرا طبعا. هلا اول شي رح بلش اعمل بسبوسة بسموها بسبوسة 6 كاسات، فعلا يعني هي بتألف من 6 كاسات. حطيت كاسة سكر وكاسة طحين وكاسة سميد خشن وظرف فانيلا وظرف بيكنج باودر، وهلا رح احط لبن كاسة كمان. طبعا شوفوا نفس الكاسة عم بحضر فيها كل المقادير، وكاسة جوز الهند كمان ناعم، وكاسة زيت. عن جد يعني سهلة كتير، وكل ما اشتهيتوا على الحلو فيكم تقوموا تعملوها بأي وقت لأن مكوناتها متوفرة بكل بيت. كاسة طحين، كاسة سميد خشن، كاسة سكر، كاسة زيت، كاسة جوز الهند ناعم، وكاسة لبن يعني زبادي، لأن كتير بتجيني تعليقات شي يعني لبن يعني زبادي ياغورت. وبتحطوا بشر برتقان أو ليمون حسب انتو شو بتحبوا، أنا حطيت بشر برتقان، و3 بيض، وبس هيك بتخلطوها. كتير سهلة، شايفين ما أسهلها؟ وبعدين بتجيبوا الصيني، انا حطيت ورقة زبدة، فيكن تحطوا هيك تدهنوا الصيني بشوية زيت، بس دايما هيك انا بستخدم ورقة زبدة كتير منيح. وبتمدوها بالصينية هيك لازم يكون قوامة، وبعدين بتفردوها بالصينية هيك على نفس التساوي عشان تطلع كلها نفس المستوى، وبتهزوا هيك الصينية كتير منيح. وبعدين بتدخلوها على الفرن، بتحطوا الصينية بنص الفرن او هيك يعني تحت شوي، هيك بتحمر من فوق ومن تحت مع بعضها. رح حضر القطر لبين ما تصير. حطيت كاسة مي وكاسة سكر ورشة بسيطة حمض الليمون او عصرة ليمون صغيرة. هلا اشوفوا تقريبا بلشت تحمر، عم تحمر من الطرفين مع بعض لاني حاطة الصينية بنص الفرن، وبس صار لونها ذهبي هيك من الطرفين بتجيبوا عود خشب بتحطوه هيك عشان نشوفها اذا استوت ولا لا. اذا كان ما عم يلزق فيه شي معناها مستوية كتير منيح. وبعدين بتسقوها بالقطر.
هلا القطر سخن عادي يعني ما بيأثر. هلا هي فيها سكر، ما بدها كتير انه قطر، بس عشان هيك حبت السميد تفتح شوي حطيت كاسة وربع، يعني حسب الرغبة فيكن تاكلوها كمان من دون قطر. على فكرة ابني حمودي ما بيحب القطر، دايما بيقلي خليلي، بس اليوم نسيت لان هي اصلا فيها سكر. هي بتحسوها مثل الكيك هيك، يعني انه اسفنجي كتير طيبة عن جد. وبعدين زينتها هيك بشوية جوز الهند ناعم وبتركها تبرد. هلا صارت جاهزة عن جد كتير سهلة، وما اخدت معي وقت اقل من ساعة، يعني لان اخدت بالفرن تلت ساعة، والتحضير شفته يعني ما بياخد وقت ابدا. بس هيك بتخلطوا المكونات وبتحطوها بالفرن، كتير سهلة. هلا رح اعمل كمان جيلي، كتير سهل الجيلي. حطيت 3 كاسات مي سخنة، يعني غليتهم على الغاز بعدين حطيتهم. عندي هي جيلي بجيبها من المحلات السوري او التركي، كتير منيحة نوعيتها. هلا هني كاتبين لك كل ظرف بتحطه كاستين مي، انا بحط صراحة بس كاسة ونص، لان بعدين بتطلع هيك شوي خفيفة. جربتها مرة وطلعت خفيفة كتير. فانتو حطوا لكل كرتونة لكل ظرف يعني كاسة ونص، يعني 3 كاسات لكرتونتين. بس هيك دوبتها بالمي السخنة عشان يدوب، لان بيكون فيها سكر، وسكبتها هيك بزبادي. ورح احط موز هيك مشان يكسر اللون الاحمر، هي على كرز فمشان هيك يكسر اللون. كمان طعمته كتير طيبة مع الجيلي. اذا عندكم كمان كرز محلى فيكم تحطوه هيك تزينوه على الوجه بعد ما تجمد، او فريز كمان فيكم تحطوه نفس طريقة الموز. هلا منظر الموز كتير حلو هيك طلع فيها، بس بحس الموز بيسود، مع انه شفته كتير غمرته بالجيلي، ما هيك بحسه بيسود. هلا بتركها هيك تبرد شغلة 10 دقايق على المجلة، وبعدين بدخلها على البراد. يعني شوفوا بساعة تقريبا خلصت من الجيلي ومن البسبوسة، لان هدول كتير سهلات يعني ما بياخدوا وقت ابدا. شوفوا منظر البسبوسة عن جد بشهي، بنصحكم تجربوها. رح احط لكم المقادير كمان بصندوق الوصف، رح اكتب لكم اياهم عشان ما تنسوا شيء ابدا. هلا هيك بتركهم بقى يبردوا على راحتهم، ورح ابلش بقى بالكيك. اهم شيء بتعرفوا لان عيد ميلاد من دون كيك ما بتصير ابدا. رح اعمل اول شي الكريمة. الي فترة عم بستخدم كريمة راما، عن جد كتير منيحة، بنصحكم فيها. موجود منها ماركة ريفي وماركة اديكا، بيكون هيك مرسوم عليها فريز. في نفسها بس بيكون مرسوم عليها شوربة، هي كريمة طبخ. انا دايما بستخدم 3 علب للكيك، طعمتها كتير طيبة وبتحسوها هيك فورا بتجمد، ما بتعذبكن كتير. حطيت 3 علب وحطيت ظرفين فانيلا. هلا الفانيلا فيه سكر، مشان هيك ما تكتروا سكر، حطوا بس انه معلقتين سكر. وبحط مثبت كريمة، كتير طلبتوا مني صورلكن اياه، فيكن تاخدوا لقطة للشاشة. بيجوا هيك 5 ظروف مع بعضهم، موجود منهم بأي ماركت، هذا من ماركة ريفي. أول شي بحط ظرفين، وأنا عم بعمله بالميكسر بحط هيك إنه بالتدريج. حطيت كمان شفتوا معلقتين سكر. أول شي بحط كيس، لأن شفتوا أول شي الكريمة كتير بتطرش وبتعذبكن هيك، بتصير بتطاير يمين ويسار. فبحط كيس وبس هيك تبلش إنه تجمد بشيل الكيس، وبضل بعمل هيك على نفس الاتجاه لحتى اشوف انه خلص يعني صار سمكته كتير منيحة. هلا هيك تمام، شوفوا كيف صار قوامه. وبعدين بحطها بالبراد كمان هيك مشان تجمد شوي، وبعد ربع ساعة بطالع بستخدمها. وهلا هون طبعا كان زوجي جايب لي معه كيك طبقات، لان انه بدي الحق كمان. وعن جد شوفوا انه تعباني وما رح اعمل شيء، وبس مع هيك انه بحفر رح اولادي، لان اذا بدي اجيب له الكيك جاهز رح يحس انه ما اهتمينا فيه ابدا. انا دايما هيك بحب اعمل الكيك على ايدي، هيك بتحسس اولادكم انكم كتير مهتمين فيهم، وهيك عن جد بتحسوا انه بيحبوكن اكتر، انه هذا الكيك شغل ايدكم، فشغل كتير كبير انه انتوا عاملينه لاولادكم. فما كان في وقت اني اعمل لسه كيك، مع اني بعرف اعمل كيك، بس جبت طبقات اسهل. بس كمان انه تضربي على التزيين، هلا اكيد رح نزينه، رح احط له كريمه. هلا بحط هيك كل طبقه وبسقيها بحليب وبحط كريمه. هلا اذا بتتذكروا بحفلة ال50,000 مشترك وقت عملت لي الكيك، روحوا شوفوا كمان، عن جد طلع كتير حلو. حطيت كمان هيك بين كل طبقة فواكه مقطعة، بس حسيت ولادي صاروا هيك يشيلوا الفواكه، مع انه عن جد طلع كتير طيب. بس الاولاد هيك كلها بتحب بس الكريمة، فحبيت اليوم خليه هيك عطاء الكريمة. كمان طعمت الكريمة مع الكيك كتير طيبة. فهون مثل ما كنتوا شايفين عم بحط طبقة كيك، وبعدين مسقية بالحليب وبحط كريمة لحتى اخلص كل الطبقات. طعمت هاي الكريمة عن جد كتير طيبة، حبيتها كتير. هلا عم بشوفكن عم بتشوفوا الفيديو ولسه ما حطيتوا لايك، فشو ناطرين؟ يلا حطولي لايك اذا بتحبوني، اذا ما بتحبوني ما تحطوا، بس اللايك هيك بتحمسوني اكتر عشان اعملكم فيديوهات اكتر. هلا هيك بعد ما حطيت كل طبقات الكيك، مثل ما كنتوا شايفين بيجوا هني 6 طبقات، انه 3 مع بعض. انا دايما بجيب 2، مع انه فيكم تعملوا بس 3، بس انا هيك بحب يكون انه الكيك كتير كبير، حجمه كبير.
هلا هيك بحط الكريمة بقى على كل الوجه، بغطي بالكريمة، وبعدين بجيب هي بتساعدكن كتير هيك بتسهيل الكريمة، وهيك بضل عم بعمل. وبالاخير طبعا بشيل الكريمة الزايدة كل شوي بمسح هي، وبشيل شوفي كريمة هيك زائدة من فوق مع الجناب. يعني اليوم هيك مديتها كيف ما كان لان ما رح يبين شكله من برا ابدا، لان رح احط اليوم حبيبات شوكولا، ورح احط كمان لوز شرايح. جبت هدول حبيبات الشوكولا كتير طيبين عن جد، وبدوبوا بالتم ذوبان. احلى شي فيهم انه هيك بدوبوا، لان في نوعية تاني بس بتقرط تحت الاسنان، بتحسوها كتير بتضايق انتو عم تاكلوا كيك هيك انه يقرط شي تحت اسنانكم، اما هي لا هيك بتدوب عن جد كتير طيبين. من ماركة ريفي جبتها. رح احط هيك على كل الاطراف من هي. حمودي ابني كتير بحب الشوكولا، فحبيت اليوم دخله حبيبات الشوكولا على اطراف. ورح احط كمان لوز شرايح، هذا بيستخدموه كتير للحلويات، موجود كمان منه بماركة ريفي. رح احط على الوجه كله هيك لوز، كمان طعمته كتير طيبة عن جد طلعت. حطيت هيك اللوز على الوجه، بس حسيت لونه صار هيك كتير باهت، فقلت رح ازينه بالشوكولا، فجبت شوكولا هيك قطعتها مكعبات. ورح احط كمان بسكويت اوريو، بس ما كان عندي، فبعت زوجي مخصوصا عشان يجيب لي بسكويت اوريو عشان احطه هيك كمان بيعطي لون ومنظر كتير حلو. وبالنص رح احط هاي الشمعة رقم 9، بس ما رح احطها هلا لان هلا رح دخله على البراد، فما في كتير مجال هيك بين كل طبقة. بس شوفوا عن جد يعني لسه ما حطيت اللمسات الاخيرة وطلع شكله كتير حلو. وهلا هيك بعد ما خلصت من الكيك والحلويات، هلا بقي ساعتين ليرجع الولاد، اجى دور الطبخة. يعني معقول يرجعوا من المدرسة جوعانين وما يلاقوا اكلي؟ يعني الحلويات ما بتشبع. فقلت اليوم بعمل مقلوب الدجاج، سهل كتير ما بتاخد وقت. هلا هون عم بقشر الباذنجان، طبعا هيك بقشره بهي الطريقة بيطلع شكله احلى. كمان هيك هذا الباذنجان كتير بيغيب زيت، فالقشر شوي هيك بيمسكه. فعم بقشره هيك انه خطوط خطوط وبقلي. وطبعا في ناس بتحط زهرة وبطاطا، نحنا صراحة ولا مرة حطيت هيك شغلات، يعني دايما بعملها بس عطاء الباذنجان، بحسها هيك أطيب. ما بعرف ما جربتها، بس أنا بشكل عام ما كتير بحب الزهرة، دايما هيك يعني بعملها بس انه عطاء الباذنجان. وفي ناس بتعملها كمان بلحمة، جربتها وكتير طيبة، بس أنا رح أعملها اليوم بفروج. هلا عم بسلق هون فروجتين صغار كتير. هلا بعد ما نضفتهم كتير منيح حطيتهم بالمي، وبس بلشت المي تغلي بشيل وجه الزفرة اللي بتطلع على الوجه من الفروج، طبعا ضروري كتير. واذا بدكم تعملوها بلحمة قطع كمان بصير، وبلحم ناعمة كمان بصير، اللي بتحبوه. هلا هيك هون لسه ماني حاطة ابدا بهارات مثل ما انكم شايفين. هلا دايما انا بستخدم السخانة لانه بحسها اسرع بكتير، وبتسألوني كتير ليش ما بتستخدم الغاز. السخانة الليزرية اسرع بكتير من الغاز، فكتير بحبها هيك للطبخ. اكتبوا لي انتم بالتعليقات بتحبوا المقلوبة بلحمة اكتر ولا فروج؟ انا صراحة بحبها فروج اكتر، يعني عملتها كذا مرة انه بلحمة، بس حسيت اللي فروج اطيب. هلا هون حطيت حبهال وورق غار وعود قرفة وبصلتين كبار وملح طبعا اكيد يعني ما بننساه. وبتركه بقى هيك يستوى، ما بياخد وقت كتير لانه صغير، يعني بياخد تقريبا ساعة وشوي. وبعد ما يستوى بقطوه هيك. في ناس بتعمل فخاد هيك وبحطوهم بأرض الطنجرة على حالهم، بس أنا دايما هيك إنه بسلق فروج كامل وبقطعه. وهلأ بقى رح طبق المقلوبة. طبعا هلأ هون جبت طنجرة تيفال ما بعلق فيها شي أبدا. حطيت بصلي وبندورة وقرن فلفل أحمر قطعتهم هيك شرايح. هلأ في كتير ناس ما بتحط، يمكن تستغرب، بس نصيحة حطوا عن جد بيعطوا نكهة كتير طيبة. بس للمقلوبة اللي فروج اللي بلحمة ما في داعي تحطوا أبدا. وبحط هيك الباذنجان على دور مدار الطنجرة عشان يطلع شكلها وقت اقلبها كتير حلو مثل شكل الكيك. هلا في ناس ما بتعمل هاي الطريقة، بحطوه بالباذنجان والرز، بس انا كتير عذبني لاني عاملة كيلو رز، فالطنجرة كتير كبيرة، بس ما هيك زبطته. حطيت بعدين طبقة فروج، بعدين رز، بعدين كمان حطيت فروج ورز، وبالاخير حطيت مرقة الفروج، كنت حطيت لها مكعب ماجي بس هيك انه شي تتغمر، يعني تتغمر فوق الرز. بعدين بحط الطنجرة على السخانة، بس تبلش تغلي بهدي على الاخير، بحط سلوفان مثل العادي وبتركها تستوى على راحتها. وهلا لبين ما تستوى رح اعمل راي بخيار مع لبن وتوم. هذا عنا يا اساسي حد هي الاكله، وكمان حد اكلة مقلوبة البازيل لما بنحسن من دونه ابدا، يعني بنحسه مثل السلطة او التبولة، يعني لازم اعمله حد هي الاكله. هلا حطيت لبن تقريبا نص كيلو، وحطيت 3 سنون توم هرستهم وزدته بالمي طبعا حسب الرغبة انتو قد ايه بتحبوا سماكته.
وبشرت خيار كبيرة مثل ما شفتوا، بتحطوله ملح ونعناع يابس، عن جد بيطلع كتير طيب. يعني وقت اعمل صراحة ما بعمل لا تبول ولا سلطة، لأ ما بناكل اصلا يعني غير هذا وقت اطبخ هيك اكلات، فمشان هيك ما فرمت لا سلطة ولا تبولي. وهلأ هيك بعد ما استوت المقلوبة اخذت وقت تقريبا اكتر من تلت ساعة، 25 دقيقة هيك شي. انتو بتشوفوا انه اذا كانوا حبات الرز من فوق مستويات ومنشفة ما فيها مي ابدا معناتها مستوي. طبعا ما بصير فورا تطفوا الغاز وتقلبوها، لازم تتركوها هيك شغلة 5 دقايق على الغاز تتهدى وبعدين بتقلبوها. وكمان ما بصير هيك تقلبوها وتشيلوا فورا الطنجرة، لا اتركوا هيك شوية طنجرة فوقها شغلة 5 دقايق بس، عشان هيك يعني تاخدوا انه شكل ثابت وما تفرط معكم. هلا هيك سكبت كمان البسبوسة كم قطعة بصحن، لان ما حبيت هيك انه حط الصينية كلها حتاخد انه مساحة كتير كبيرة على الطاولة. هلا اجا احلى مقطع عندي واحلى فقرة عندي بحسه بكل الفيديو، وهو ترتيب السفرة، ترتيب الطاولة. هلا حطيت اليوم هذا اللون جديد طقم الطاولة. هلا في كتير صبايا بفكروا انه انا عم بعملهم على ايدي، هدول هيك اللي بحطهم تحت الصحون، بس هدول صراحة كلهم بشتريهم من ماركة كيك او تيدي. هدول جبتهم من ماركة فولفورس، وكمان المحارم جبتهم من ماركة فولفورس. فكتير صبايا احيانا بفكروني عم بعمل اشكال على ايدي، لا انا صراحة بس بعمل خواتم اللي بحطها للمحارم على ايدي، بس هدول اللي بحطهم تحت الصحون كلهم بشتريهم. فهلا حبيت حط اليوم هذا اللون جديد، اكتبوا لي شو رايكم، انا صراحة كتير حبيته. وهلا رح رتب السفرة، خليكن معي. وهيك مثل ما شفتوا هيك كانت أجواءنا بعيد ميلاد ابني حمودي، إن شاء الله يا رب العمر كله وعقبال 100 سنة. يعني حفلة بسيطة هيك عقدنا، بس المهم فرحناه كتير. يعني دايما هيك فرحوا ولادكم حتى ولو بشغلات بسيطة. أكيد كمان لو كان معي وقت أكتر كنت عملت أصناف من الحلويات أكتر وأكلات أكتر، بس شفتوا كان الوقت يعني كتير قصير، يعني حبيت خلص قبل ما يجي.
فما تنسوا اللايك عشان هيك تفرحوا له قلبه وتكتبوا له تعليقات حلوة، لأن دايما بقل بحسهم بيحبوا لمار أكتر مني، ففرحوا له قلبه هيك بتعليقات ولايكات، خلي لي قلبكم يا رب. وهلا مثل ما عودتكم دايما بنهاية كل فيديو رح أذكر أسماء الصبايا اللي انضمت جديد لعائلتنا: أمينة من الجزائر مقيمة بفرنسا، محسن من تركيا، جوانا من العراق، هبة من إدلب، حميدة من حلب مقيمة بالسويد، سهام من ألمانيا، فاطمة العبد العزيز، أمل من مصر، أم حسن ورقية ورضا من العراق، فاطمة الزهراء من المغرب، أم كريم من مصر، رفيفة من الوادي الجديد، مريم من الأردن، فاطمة فارس من السعودية، أم عبدو من سوريا من حلب مقيمة بالسعودية، سارة يوسف من السعودية، أم نرجس من السعودية، كفاح من سوريا، أم نور الدين من الأردن، ياسمين من العاصمة، خلود من السعودية من القنفذة، لولا من فلسطين، هبة من سوريا من الشام، ريم من سوريا، زهرة الندى من حلب، أم سعد من طرطوس، سلوى من المغرب مقيمة بالسعودية، أمل أم عمار، ازدهار من حمص مقيمة بألمانيا، أم يوسف من ألمانيا، لانا من إدلب من أريحة، أم سجاد من العراق، ندى من لبنان، سالي من حلب مقيمة وقبرص اليونان، أم محمد من إعزاز من سوريا، دولفي من سوريا. أهلا وسهلا فيكم حبيباتي، نورتوا جميعا، وانتظروني بالجزء الثاني عشان نشوف الترتيبات اللي صارت بعد الحفلة ونقطع الكيك مع بعض، وبشوفكن إن شاء الله بفيديو جديد. باي باي.